هجوم إسرائيلي جوي على مواقع عسكرية إيرانية ردًا على موجة الصواريخ التي أطلقتها طهران نحو تل أبيب في مطلع الشهر الحالي. وفجر السبت سمع دوي انفجارات هائلة هزت العاصمة الإيرانية طهران، بينما بثت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تقارير عن أصوات متتالية لهذه الانفجارات. أنا زعتر عبد الفتاح، عاوز تسمع الحكاية بعد الفصل. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم على إيران. إسرائيل اختارت قصف قواعد عسكرية إيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ. الجيش الإسرائيلي نفذ تعليمات المستوى السياسي، نجرى تقييمات عسكرية وسياسية، والجيش الإسرائيلي حذر بشأن كل شيء، وإذا ردت إيران فسوف تنتقم منهم جميعا. أعلنت وسائل إعلامية رسمية إيرانية الجمعة اغتيال محمد صباحي ممثل المرشد الإيراني علي خمائني في محافظة فارس جنوب إيران، بينما لا تزال الدوافع مجهولة. نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني علي خمائني أمر جميع القوات المسلحة في البلاد بالاستعداد للحرب مع إسرائيل، وأمر خامنئي الجيش بتقديم عدة خطط للرد على أي هجوم إسرائيلي على إيران، وسيتم تحديد الرد وفقا لخطورة الهجوم الإسرائيلي. وقالت مصادر مختلفة في إيران أنه إذا تسبب الهجوم الإسرائيلي في أضرار جسيمة وخسائر بشرية فإن إيران سترد، إما إذا كان محدودا ويركز على المنشآت العسكرية ومستودعات الذخيرة فقط، لا تفعل إيران أي شيء. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنرد على أي اعتداء إسرائيلي بكل قوة. الهجوم الإسرائيلي محدودا ومخادع وغير صحيح، على نص كلام المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإيرانية طهران. هذه هي الخطة التي كانت محتملة والتي باءت وباتت غامضة إلى الآن.